قبل ما نبدأ، ما تنساش تشترك في القناتين وقناة الفيس وتعمل لايك للفيديو. وشكرا لكل الناس اللي بتدعم سواء باشتراكات أو لايكات أو كومنتات. ويلا بينا. بتبدأ المنهاوة بإنها بتعرفنا بالكارثة اللي حصلت للأرض، وهي غزو البوابات اللي بدأ من 5 سنين فاتوا، وإن البشر كانوا على حافة الانقراض ساعتها بسبب البوابات والوحوش اللي بتخرج منها. ولكن بدأ ظهور الصيادين اللي دخلوا في حرب ضد الوحوش دي عشان ينقذوا البشر، وإن هم على عكس بقى البشر، الصيادين كانوا بيمتلكوا قوة خاصة سواء سحرية أو جسدية امتلكوها من البوابات اللي ظهرت دي، وإن هم استعملوا القوة بتاعتهم عشان يقضوا على الوحوش اللي حاولت تدمر الأرض. وإن الصياد الأقوى ساعتها ظهر وقدر يدمر ملك الوحوش اللي كان السبب في دمار معظم الأرض. وإن في اللحظة دي قدر البطل يوقف غزو الوحوش ويحمي الأرض. وروح بعدها للبنت اللي بتكون بتحكي القصة دي، وهي بتقول إنها قصة مثيرة للإعجاب، ولكن هي ملهاش علاقة بيها، وبدها إنها تشتم المدير بتاعها لأنها بسببه شربت كتير ودلوقتي بتعاني من آثار الشرب ده. وبترجع البنت دي لبيتها بسرعة وبتقول إنها اسمها سن، وإنها شابة بسيطة في العشرينات وعايشة في قبو العمارة دي لأنها فقيرة. وبتدخل شقتها وبتقول إنها شغالة في شركة بتتوسط بين الصيادين والبشر، وإن شغلتهم الرئيسية في الواقع هي النفاق، وإن هم لازم ينافقوا الصيادين عشان يعملوا اللي هم عايزينه. وتخش لسريرها وبتقول إنها لازم تظبط المنبه قبل ما تنام، وإنها كانت بتتمنى إنها تبقى صيادة عشان ما تصحاش بدري ويبقى معاها فلوس كتير. وبتنام البنت سن دي وبتتمنى إن حياتها المملة تبدأ تتغير. وفجأة سن بتلاقي نفسها اتنقلت لكهف وحوش، وفي وحش في المكان بيكون بيدور عليها. وسن بتكون مرعوبة وبتقول اللي بيحصل، وإنها كانت عايزة حياتها تتغير ولكن مش بالطريقة دي. وبدها إنها تراقب الوحش لحد ما بيمشي وبترتاح، وبتقول إنها مش فاهمة، وإنها كانت نايمة في سريرها من شوية في إيه اللي حصل. وبتقول إنها متأكدة إنها دلوقتي موجودة في دنجن وحوش، ولكن هي جت هنا إزاي؟ وبتقول إن دخول الدنجنز بيكلف فلوس كتيرة جدا، فأكيد مفيش حد خطفها، فهي وصلت لهنا إزاي؟ وبتفكر في الموضوع وبتقول مستحيل، وإن ممكن بوابة متنقلة فتحت في البيت بتاعها، وإنها سمعت إن البوابة المتنقلة دي حصلت مرتين بس حوالين العالم، ودايما بتحصل تحت الأراضي في المجاري، فإزاي فتحت عندها؟ وبتفتكر إنها عايشة في قبو تحت البيوت، فيعتبر كده عايشة في المجاري. وبتقول إن بين كل الأشخاص اللي في العالم هي متأكدة دلوقتي إنها أكتر واحدة منحوسة. وفجأة بتحس بالوحش ده رجع تاني، وهي بتتصدم وبتستخبى بسرعة. وبتقول إنها ما ينفعش تدناها هنا للأبد، وإنها لازم تخرج. وبتقول إنها سمعت إن الصيادين بيقدروا يحاربوا الوحوش دي بكل سهولة، ولكن إزاي هي هتحارب وحش زي ده وهي مش صيادة أساسا؟ والوحش ده بيسيبها وبيروح يدور في باقي المكان. وسن بتكون مصدومة وبتقول إنها ميتة وما عندهاش مخرج من هنا، وبتدها إنها تعيط وبتتمنى إن أي شخص يظهر عشان ينقذها. وفجأة بتبص قدامها وبتشوف زهرة غريبة، وهي بتقول إن دي زهرة سحرية وإنها عارفاها لأن الشركة بتاعتها بتتاجر فيها، وإنها غالية جدا، وإن مديرتها دايما بدها إنها تزعق لها وبتقول لها ما تلمسش الزهور دي لأنها أغلى من حياتها نفسها. وبتبص حواليها وبتشوف كميات كبيرة من الزهور دي وبتكون متفاجئة، وبتقول إنها شافت النملة بتتغذى على الزهور دي ولكن هي مش عارفة ليه. وبتقول صحيح، وإنها دلوقتي لما فكرت في الأكل بقت جعانة جدا، وإنها محبوسة هنا بقالها فترة وما كلتش أي حاجة. وبتقول إنها لازم تلاقي أي حاجة تسد جوعها بيها عشان النملة دي مش تلاحظها وهي ماشية من جنبها. وبتروح بسرعة تقطع واحدة من الزهور دي، وفجأة بتلاقي رسالة من النظام ظهرت قدامها، والنظام بيقول إن في بشري طبيعي غير مستيقظ قدر يستولى على غرض سحري في دنجن لوحده. والنظام بيهني سن وبيقول لها إن هي أول بشرية طبيعية تقدر تخلص مهمة في دنجن لوحدها، وإنها خلصت كمان المهمة الخاصة بالنظام. وسن بتكون مستغربة وبتقول اللي بيحصل، والنظام بيقول لها إنها حققت شروط الإيقاظ بتاعتها، والنظام بيفعل قوة الصياد في جسم سن وبيديها قدرة خاصة وهي قدرة البقاء. وسن بتكون مصدومة وبتقول اللي بيحصل، وبتدها إنها تنادى على أمها وبتقول لها إن بنتها تبقى مشهورة أخيرا. وسن بتكون فرحانة جدا وبتقول إنها حست إنها منحوسة طول حياتها، ولكن لأول مرة تحس إنها محظوظة إنها اترمت في المكان ده لوحدها. وبتفتح نافذة المعرض بتاعتها وبتقول إنها لازم تشوف قوتها بقت قد إيه بعد ما بقت صيادة، ولكن بتتصدم إنها ما عندهاش مهارات غير قدرتها الخاصة، وإنها مش أخدت أي زيادة في الإحصاءات بتاعتها كبشرية. وسن بتكون مصدومة وبتقول اللي بيحصل، أمال فين الزيادة في القوة والسرعة والمهارات؟ أمال هي بقت صيادة إزاي دلوقتي وإنها كده تعتبر لسه بشرية؟ والنظام بيفعل قدرة البقاء الخاصة بتاعتها وبيقول لها تجمع كل المواد الموجودة حواليها للنجاة،
وسن بتكون مصدومة وبتقول مستحيل، وإن قدرتها الخاصة بتقول لها تجمع الزرع والزهور اللي جنبها، وإنها كده اتحولت من بشرية لفلاحة مش صيادة. وبتقعد بعدها تعيط شوية وبتقول إنها منحوسة فعلا، وبتقول مش مهم، وإنها على الأقل تجرب القدرة دي، وإنها ما عندهاش حاجة تخسرها. وبتروح تشيل واحدة من الزرع الموجود، وقدرتها بتتفاعل على الزرعة دي وبتنقلها لفضاء التخزين بتاعها. وسن بتكون متفاجئة وبتقول إنها ما كانتش تعرف إنها عندها فضاء تخزين. وبتشوف حجر سحري غريب جوه الفضاء ده، وبتقول إنها عارفة الحجر ده إيه، وإن هو حجر إيفنتس، وإن الحجر ده لو من التصنيف دي تقدر تبيعه ب50 مليون ون. ولكن بتتصدم إن الحجر ده تصنيفه اس. وسن بتكون مصدومة وبتقول إنها غيرت رأيها، وإنها محظوظة مش منحوسة، وإنها لو قدرت تبيع الحجر ده هتبقى مليارديرة. وسن بتقول إن ده مش وقت التفكير في الفلوس، وإنها لازم تخرج من هنا الأول. وبتدناها تجمع في كل الأعشاب الموجودة حواليها، وبتقول إن متجر الصيادين مش متاح جوه الدنجنز، عشان كده ما تقدرش تشتري حجر الانتقال، وإنها عشان كده لازم تجمع أكبر عدد من الأعشاب يمكن تلاقي حل بعدها وتقدر تهرب من هنا. وبتدناها تجمع كل أنواع الأعشاب الموجودة لحد ما بتخلص، وكلهم بيتنقلوا للمخزن بتاعها. وسن بتتفاجئ إن كل الأعشاب اللي هي نقلتها المخزن بتاعها بقى تصنيفها اس وايه، وبتقول مستحيل، وإن ده أكيد تأثير قدرتها الخاصة، وإنها بتخليها تختار المواد الأقوى والأندر بس. وتقول إنها لو خرجت من هنا فقدرتها دي هتخليها من أندر الصيادين في العالم. وبص بعدها الحجر إيفنتس وبتقول إنها عايزة تاكله، وإنها جعانة جدا، وإن هو يساوي ملايين، ولكن الملايين دي مش هتعملها أي حاجة لو هي ما خرجتش من هنا. وهي فعلا بتاكله، والحجر بيبدأ يزود قوتها، والنظام بيقول لها إن الرشاقة بتاعتها زادت بمقدار نقطة واحدة مؤقتة بسبب استهلاك حجر إيفنتس. وسن بتتفاجئ وبتقول إن الرشاقة بتاعتها ارتفعت بمقدار نقطة لمدة 4 دقايق، وإنها عرفت الأحجار دي غالية ليه، وإنها تعتبر جرعات مش أحجار سحرية. وبتاكل حجر إيفنتس كمان، وهو بيزود الرشاقة بتاعتها نقطة كمان. وسن بتتفاجئ وبتقول إن الرشاقة بتعلى، ولكن الوقت ما بيزيدش عن 5 دقايق، وإنها مش عارفة هتقدر تهرب من هنا في خلال 5 دقايق ولا لأ. وبتقول لأ، وإنها لازم تحارب بكل حاجة تملكها عشان تهرب. وبتقول إن في 3 طرق للهروب من دنجن زي دي. أول طريقة هي هزيمة الوحوش، والبوابة بتاعت العالم الحقيقي هتفتح لوحدها قدامهم. وتاني طريقة هو حجر الانتقال اللي بيستعملوه عشان ينتقلوا لبره البوابات. وتالت طريقة هي إمساك وحش قوي وقتله وتدمير الكريستالة السحرية بتاعته عشان يجبروا بوابة الانتقال تفتح. وسن بتقول إنها مش معاها حجر هروب، وطبعا ما تقدرش تقتل زعيم الدنجن، هي ما قدامهاش حل غير انها تختار وحش منهم وتسرق الكريستالة بتاعته وتستعملها للهروب. وانها سمعت ان الشخص اللي اكتشف الطريقة الثالثة دي هو الصياد سيو، وان هو كان محبوس في بوابة وحوش زيها وكان بيحاول يهرب برضه، واكتشف الطريقة دي بالصدفة، وان بين كل الصيادين الاقوى فهو يعتبر اقوى ما بينهم، وان هو صاحب التصنيف الاول على العالم حاليا. وسن بتتمنى انها كانت تمتلك قوة مماثلة لقوة سيو. وفجأة بتحس بحركة وراها، وبتبص بتلاقي النملة رجعت تاني للمكان. وسن بتكون مرعوبة وبتتسائل هي هتقدر تهرب وتنفذ خطتها دي ولا لأ. والوحش ده بيعدي من فوق سن، وهي بتكون مرعوبة وبتقول إنها خايفة جدا. وفجأة معدتها بتعمل صوت بسبب جوعها، وسن بتتصدم، والنملة دي بتاخد بالها وبتروح بسرعة لسن وبتحاصرها. وسن بتتصدم وبتدناها تشتم في معدتها، وبتقول إنها أكلتها حجارة بتساوي 50 مليون، ولكن معدتها خانتها برضه، وبتدناها تاكل في كل الحجارة والأعشاب اللي هي جمعتهم بسرعة. وكل إحصاءاتها بتدناها تزيد بطريقة كبيرة لمدة مؤقتة. والوحش ده بيهجم على سن وبيحاول يقتلها، وهي بتتفادى هجمته بسرعة وبتبعد بعيد عنه. وسن بتقول إن ده لو مش كانت استعملت الحجارة دي مش كانت هتقدر تتفادى الهجمة، وبتكمل في أكل الحجارة اللي معاها. والنملة دي بتروح لسن وبتكون متعصبة جدا. وسن بتقول إن هو أكيد أخد باله إنها مش صيادة قتالية، وإن هو شايفها فريسة ضعيفة وخلاص، وبتتمنى إن هو يخفض حذره ضدها لأن هو شايفها ضعيفة، وساعتها هي هتقدر تقتله. والوحش ده بيهجم بكل سرعته على سن، وهي بتتفادى هجمته بسرعة، والوحش بيكمل هجوم عليها وهي بتهرب من قدامه. وبتكون متفاجئة إنها قادرة تتعامل مع السرعة الكبيرة دي، وبتقول إن أكيد ده تأثير الجرعات السحرية على جسمها. والوحش بيحاول يهجم على سن تاني وهي بتتفادى هجمته، وبتقول إن المخالب بتاعته مسكت في الأرض وإنها تستغل الفرصة دي للهجوم، وبتهجم عليه برجلها بكل قوتها، ولكن بتتفاجئ إن هجمتها ما أثرتش عليه. وبتقول إن الصلابة بتاع الجسم كبيرة جدا، وإن الهجمات الجسدية مش هتنفع ضده، وبتدنها تدور على أي حاجة تستعملها ضده. وبتلاقي صخرة كبيرة جنبها، وهي بتمسك الصخرة دي وبترميها بكل قوتها على الوحش.
والوحش بيقطع الصخرة بمخالبه بكل سهولة، وسن بتكون مصدومة وبتقول إن المخالب دي مشكلة بالنسبة لها، والوحش بيروح يهجم عليها تاني وهي بتهرب من قدامه بسرعة، وبتقول إن الهجمات الجسدية والهجمات البعيدة مش نافعة ضده، فهي هتعمل إيه دلوقتي؟ والوحش ده بيحصلها وبيحاول يهجم عليها وهي بتتفادى هجمته وبتبص بعدها على رجله، وبتقول إن أكيد المفاصل دي هي نقطة ضعفه، وإنها لو هجمت عليه من خلالها هتقدر تهزمه، وبتكسر الأرض تحتها وبتطلع واحدة من الصخور وبتروح بسرعة تهجم على المفصل بتاع الوحش ده بكل قوتها، والوحش ده رجله بتتكسر من هجمة سن وبيقع على الأرض، وسن بتمسك رجله المكسورة وبتقطعها وبتهجم بيها على راس الوحش وبتقول له يموت بسرعة قبل ما باقي الوحوش يوصلوا للمكان ده، وفعلا بتقدر تقتل الوحش، وسن بتقول إنها أخيرا انتهت من الوغد ده، ولكن بتتفاجئ بحركة وراها وبتعرف إن باقي الوحوش جايين عشانها، وسن بتستعمل قدرتها الخاصة على الوحش ده وبتقول إنها لازم تخرج كريستالته السحرية بسرعة، وفجأة وحوش كتيرة بتظهر حوالين سن وبيستعدوا للهجوم عليها، وسن بتكون قدرت تخرج الكريستالة وبتقول لهم إنهم اتأخروا وإنها تخرج من هنا، وبتستعمل الكريستالة وبتبدأ تنتقل من المكان، والوحش ده بيتعصب وبيهجم عليها بسرعة، وسن بتتنقل من المكان بسرعة قبل ما الوحش ده يقتلها، وسن بترجع لأوضتها تاني وبتكون مصدومة وبدنها تتألم، وبتقول إن الوحش الوغد ده كان ناوي يقتلها قبل ما تخرج، وإنها لو كانت اتأخرت ثانية واحدة بس كان هيشقها نصين، وبتمسك موبايلها وبتقول إنها لازم تتصل بالإسعاف أو أي حد من شركتها عشان يساعدها، وبتقول إن في الأوقات اللي زي دي معظم الصيادين بيستعملوا جرعات الشفاء، ولكن هي فقيرة فمش هتقدر تشتريها، ولكن بتتصدم وبتقول صحيح وإنها تم إنقاذها وهي صيادة دلوقتي، وإن الصيادين يقدروا يستعملوا متجر الصيادين في العالم الحقيقي، وفعلا بتفتح المتجر قدامها، وسن بتكون مصدومة أما بتشوف جرعات شفاء كتيرة قدامها وبتقول إنها لازم تشتريها بسرعة، ولكن المتجر بيطلب منها تسجل اسمها كصيادة، وسن بتقول إن ده مش وقته، وبتقول إن معظم الصيادين اللي بيستعملوا المتجر ده بيكون عندهم اسم مستعار عشان يتعاملوا بطريقة مريحة وهويتهم تبقى سرية، وبتقول إنها لازم تعمل زيهم برضه حاليا، وبتقول بما إن أول مهمة ليها كانت جمع الأعشاب فهي هتسمي نفسها بالمجمع، والنظام بيقبل اسمها المستعار ويفتح لها المتجر، وسن بتقول إن الجرعة من تصنيف F و E للجروح البسيطة بس، والجرعات C و D بطيئة جدا وإنها هتموت قبل ما يشفوها، فهي لازم تختار الجرعة B، وبتبص على تمنها وبتلاقي تمنها مليار ون، وسن بتقول مش مهم وإنها متأكدة إنها لو باعت الأعشاب والحجارة اللي جمعتهم النهاردة هتعوض الفلوس دي بسرعة، وتوافق على شراء الجرعة السحرية، وبتستنى لحد ما متجر الصيادين يحضر الجرعة وياخد من الفلوس بتاعتها، وسن بتقول إنها مبقتش قادرة تستنى أكتر من كده، وإنها مش بقت قادرة تحس بجسمها، وبتتمنى إن أي حد من عيلتها كان موجود معاها، وبتبدأ تفقد وعيها، والنظام بيسحب معظم الأعشاب والحجارة اللي معاها عشان يسد تمن الجرعة، وبيديها الجرعة السحرية، وهي بتقوم بسرعة تشرب جرعة الشفاء، والجرعة بتبدأ تعالج إصابة سن وبتشفي جسمها كله، وسن بتفرح وبتقول إنها اتعالجت أخيرا، وبتنام من كتر التعب، وسن بتصحى بعدها بكام ساعة على المنبه وهي بتكون مرهقة جدا، وبتقول إنها مش عايزة تروح الشغل النهاردة، وبتروح للمراية عشان تغسل وشها، ولكن بتتصدم بالدم اللي على كل جسمها، وسن بتقول مستحيل، وبتبص للسرير بتاعها وبتشوف دم عليه من كل حتة، وسن بتكون مصدومة وبتقول إنها كانت مفكرة ده كله حلم، وإن معنى كده إنها بقت صيادة فعلا، وبتفتح بعدها متجر الصيادين عشان تشوف لو هي مديونة للنظام بأي فلوس، ولكن بتتصدم إن النظام باع كل الأغراض اللي هي عرضتها في المزاد واداها 2.5 مليار تمنهم، وسن بتقول مستحيل وإنها بقت مليارديرة وهي لسه عندها 25 سنة، وبتكون مصدومة، وسن بتقدر تاخد الفلوس دي من المتجر وبتكون فرحانة جدا، وبتقول إنها تقدر دلوقتي تستعرض قوتها وثرائها قدام الكل أخيرا، وبتقفل بعدها المتجر، وبتقول إنها تحول شوية فلوس للعملة بتاعتهم عشان تقدر تستعملها، وإنها خلاص قررت إنها تستقيل من شغلها النهاردة، وسن بتروح بعدها لشغلها وبتقول إن 2.5 مليار كمية فلوس كبيرة جدا لموظفة فقيرة زيها كان المرتب بيكفيها بالعافية، وبتقول إنها تبعت 500 مليون لأمها وبعدها تعيش كملكة بال2 مليار مبقيين، وبتوصل سن بعدها للشغل وبتلاقي قائد الفريق ليه وكيم بيستقبلوها وبيقولوا لها إنهم سمعوا إنها كانت مريضة عشان كده غابت عن الشغل، وهي بتقول لهم وكيم بيقول لها إنها المفروض كانت تبلغهم قبل ما تغيب عشان يدوها إجازة مرضية وإنها مهملة، وسن بتتضايق وبتقول إن الأوغاد دول بيتريقوا عليها من غير أي سبب وإنها عايزة تقتلهم، ولكن هي ما تقدرش تعمل كده، وليه بيقول لسن إن هم سامحوها المرة دي ولكن هي المفروض تعرفهم لو قررت تغيب تاني، وسن بتكون متعصبة جدا وبتقول إنها مش قادرة حتى تضربه وإنها بتكره الأوغاد دول،
وسن بتروح لمكتبها وبتقول انها مش كانت متوقعه انها كانت محبوسه في الدنجن دي لمده يوم كامل. والمديره سيهيون بتقول لسن انها وصلت اخيرا وبتسالها لو هي كويسه وانها عرفت انها مريضه. وسن بتتاسف لها وبتقول لها انها نسيت تبلغها بمرضها ده، وهي بتقول لها ما تهتمش وان الكل بيتعب. وسن بتسالها لو حصل اي مشكله بسبب غيابها، وسهيون بتقول لها لا، وان هي جابت لها اجازه مرضيه من المديره كمان. وسن بتتضايق وبتقول طيب الاوغاد كيم وليه دول كانوا بيتريقوا عليها ليه طالما هي معاها اجازه مرضيه؟ وسن بتسال سيهون امال فين مديره القطاع؟ وهي بتقول لها انها كانت بتحاول تخلص الشغل بتاعها امبارح بسبب غيابها، عشان كده كانت مرهقه وهتوصل متاخره. وسن بتكون مصدومه وبتفضل تتاسف لها ان هم عانوا بسببها. وسيهون بتقول لها ما تهتمش وتكمل شغلها وانها عندها شغل كتير. وسن بتقول انها لازم تبلغ مديره القطاع انها تستقيل اول ما توصل الشغل، وانها شاكره ليها لانها ساعدتها، ولكن هي مش عايزه تكمل في الشغل ده وهي غنيه اساسا. وبتبص بعدها لاوراق الشغل اللي مستنياها وبتكون مصدومه وبتقول ازاي ده كله اتكون في ظرف يوم واحد. وسن بتقول لسيهون ان واضح ان هيكون في شغل كتير هي هتضطر تخلصه، عشان كده هي مش تستناها في استراحه الغداء. وسيهون بتقول لها مستحيل وانها تشتري لها الغداء معاها وهي بتجيب لنفسها، وانها تقدر تشتغل وهي بتاكل في نفس الوقت. وسن بتفرح وتشكرها وبتقول لها انها تديها الفلوس حالا. وسيهون بتقول لها ان ده مش وقته وانها المفروض تروح تقابل مدير المتجر بتاعهم. وسن بتمشي بعدها وبتقول انها كانت مفكره المديره سيهون بارده وشريره، ولكن هي في الواقع شخص مذهل وانها طيبه جدا. وسن بتتسائل لو هي تكشف للشركه انها بقت صياده قبل ما تستقيل، وان هم ممكن يعرضوا عليها منصب مدير متجر زي الصيادين، وان حياتها اكيد هتبقى اسهل بالطريقه دي. وبتقول لا، وانها مش ناويه تبلغ اي حد انها بقت صياده، وان قدرتها الخاصه هتخليها هدف للكل عشان يستغلوها. وبتروح بعدها لمدير المتجر وبتقول له انها حضرت عشان تطلب منه ادوات سحريه، وهو بيقول لها مش مهم وانها المفروض تخلص بسرعه. وسن بتتضايق وبتقول الوغد ده بيتعامل معاها كده ليه، والصياد ده بيقول لها ايه كميه الطلبات اللي هي محتاجاها دي، وان هم يقعدوا سنه لحد ما يشتروها كلها. وسن بتقول الوغد ده بيقول ايه، وان هو بيفتح المتجر ويشتري كل اللي هو عايزه في ثواني، وانها بتحبش الاشخاص اللي زيه. وبتبص بعدها لكتاب خاص بالصياد ده اسمه دليل الوحوش، والصياد ده بيسالها لو هي مهتمه بالكتاب بتاعه وان هو يقدر يعرفها كل اللي هي محتاجه تعرفه لو هي عايزه. وسن بتقوله طيب، وبتساله لو هو يعرف عن حشره ضخمه عامله زي النمل وقويه جدا، وهو بيقول لها انها اكيد تقصد الملك الحشري من مستوى اف. وهي بتساله الحشره دي اسمها ايه، وهو بيقول لها ان الوحوش العاديه مش بتاخد تسميه، وان الزعماء بس هم اللي بيكون عندهم تسميه خاصه. وبيقول لها ان الوحوش عموما بتتصنف لفئات كتيره على حسب الكريستالات والاغراض السحريه اللي بتقع منها، وان على سبيل المثال لو الملك الحشري ده وقع عاده سحريه من مستوى بي فهو هيبقى تصنيفه من مستوى بي، وبيديها كل الجرعات والاحجار السحريه اللي هي كانت طالباها. وبيقول لها تحس بالفخر وان بشريه عاديه زيها عمرها ما هتشوف الاغراض دي. وسن بتقول الوغد ده بيتكلم عن ايه، وانها شافت كتير منهم امبارح. وسن بترجع بعدها لمكتبها وبتكون محبطه وبتقول معنى كده ان ملك حشري من مستوى اف الاضعف كان هيقتلها، وانها مش ناويه تخش بوابات تاني ابدا. وسيهون بتستقبلها وبتقول لها انها رجعت اخيرا وانها جابت لها الغدا بتاعها معاها. وسن بتشكرها وبتقول لها انها تاكل بعد ما تخلص الشغل بتاعها، وبتقول لها انها عايزه رقم حسابها عشان تدفع لها ثمن الغدا. وسيهون بتقول لها ما تهتمش بالفلوس وانها تخلص الشغل بتاعها ده لحد ما تخلص غدا، وان ده امر منها. وسن فعلا بتقعد عشان تاكل وبتقول انها عمرها ما بتقدر تكسب في نقاش ضد سيهون، وانها بتحبها لانها طيبه جدا. واول ما بتبدا تاكل بتوصل مديره القطاع بتاعتهم عشان تكلمها وبتسالها لو هي فاضيه. وسن بتتفاجئ وبتقول لها اكيد. وشن بتتاسف لها انها بتقاطع استراحتها، ولكن هي مضطره تمشي بسرعه عشان كده عايزه تتكلم معاها قبل ما تمشي. وبتسالها بعدها لو هي بقت كويسه دلوقتي، وسن بتقول لها فعلا وانها بقت بخير، وبتتاسف لها على غيابها وبتقول لها انها سمعت من سيهون انها شلت الشغل بتاعها كله وانها اسفه جدا. وشن بتقول لها ما تهتمش وانها بلغت مدير الشركه انها اتصلت بيها تبلغها بالغياب وجابت لها اجازه مرضيه. وسن بتشكرها وبتقول لها ان قائد الفريق ليه وكيم قالوا لها انها غابت من غير اي اجازه مرضيه وده انهم يتريقوا عليها. وشن بتتفاجئ وبتقول لها انها تتكلم معاهم وانها تكلمها لو هم ضايقوها تاني وهي هتعاقبهم. وسن بتشكرها وبتقول انها لازم تبلغها باستقالتها دلوقتي وان ده الوقت المناسب. وشن بتقول لها انها حاسه انها عايزه تقول لها حاجه مهمه وبتسالها هي مخبيه ايه. وسن بتحاول تبلغها بالاستقاله ولكن بتتفاجئ بزلزال كبير في المبنى. وسن بتقول ايه اللي بيحصل، وشن بتقول لسن تتحمى في اي مكان بسرعه وانها تروح تشوف ايه اللي بيحصل. وسن بتقول مستحيل وانها ما تقدرش تستنى هنا وانها لازم تخرج.
وبتخرج من المكتب وبتقول انها لازم تشوف ايه اللي بيحصل، ولكن بتتصدم بظهور بوابه ضخمه قدامها اول ما بتخرج. وسون بتتفاجئ وبتقول انها كانت متاكده ان ده مش زلزال عادي وان في دانجن فتحت في قلب المكتب بتاعهم. وسون بتقول ان مفيش وقت للهروب وانها لازم تشتري حجر انتقال وتتنقل من هنا بسرعه. وبتحاول تشتري حجر انتقال من المتجر، ولكن بتتفاجئ ان ثمنه 5 مليار ون. وهي بتتفاجئ وبتقول هو ثمنه غالي كده ليه؟ والبوابه دي بتسحب سون جواها. وسون بتكون مصدومه وبتقول انها اتاخرت. وسون بتبص حواليها بعدها وبتلاقي نفسها موجوده جوه البوابه، وبتكون متعصبه جدا وبتقول ان دي تاني مره تحصل لها وان البوابات بتسحبها على عكس رضاها. وبتدناها تبص حوالين المكان وبتقول ان الدنجن دي مشابهه للدنجن اللي كانت محبوسه فيها الصبح. وفجاه تسمع صوت حد بيطلب المساعده، وسون بتقول انها عارفه الصوت ده. وبتبص بتلاقي واحده بتتقتل على ايد واحد من الوحوش. وسون بتتفاجئ وبتستخبى تاني وبتقول ان الوضع في الدنجن دي اسوأ حتى من الاولى. وبتقول انها مش هتقدر تساعد اي شخص هنا وانها نجت من الدنجن الاولى بالعافيه، فهتعمل ايه دلوقتي؟ وبتقول صحيح وان هم عندهم امل وهم مديرين المتاجر وان هم صيادين واكيد هيقدروا يخرجوهم من هنا. وبتقول ان هم حتى لو ضعاف فهم برضه صيادين واكيد هيقدروا ينقذوا كل الموجودين. وبدها تمشي في المكان وبتحاول تدور على اي مدير متجر عشان يساعدها، ولكن بتتفاجئ بشخص بيتقتل على ايد وحش من وحوش النمل دي. وسون بتترعب وبتقول ان هم نفس الوحوش اللي كانوا في الدنجن الاولى. وبتحاول تهرب ولكن بتتفاجئ بحد بيمسك ايديها وبيسحبها معاه. وسون بدها تجري مع الشخص ده وبتقول هو مين، وانها خايفه جدا لدرجه انها بتجري معاه وخلاص. وبعد ما بيجروا من المكان سون بتقف عشان ترتاح وبتسال الشخص ده هو مين وليه ساعدها، ولكن بتتفاجئ انها المديره شن. وشن بتقول لها تهدى عشان ما تجذبش الوحوش مكانهم. وسون بتمشي معاها في الدنجن وبتقول انها فرحانه انها بخير، ولكن هي نجت ازاي وانها اكيد اتحالفت مع صيادين المتجر عشان ينقذوها. وسون بتوصل مع شن بعدها لمكان باقي زمايلها وبتكون فرحانه ان سيهون لسه عايشه. وشن بتروح تسال سيهون هي بتتخانق مع زمايلها ليه، وسيهون بتقول لها ان الواخدين دول كانوا بيهربوا من الوحوش وهي انقذتهم وخبتهم لحد ما الوحوش هربوا، وطلبت منهم بعدها يخرجوا من هنا ويستخبوا في اي مكان تاني عشان المكان ضيق، ولكن رفضوا. وكيم بيقول لها ان هم كلهم في نفس المأزق وان ما ينفعش تطلب منهم يروحوا لمكان تاني. وليه بيقول لها فعلا وان المفروض كمان شن تكون مكسوفه من نفسها لانها بتقول للموظفين بتوعها يبعدوا عن مكانهم. وسنه بتكون سامعاهم متعصبه وبتقول انها تكره الاوغاد دول وبتروح تزعلهم وبتقول لهم ان هم كلهم في مأزق ولكن هم مش صيادين عشان يحموهم وان كل شخص هنا المفروض يحمي نفسه. وليه بيقول لها ان ده كلام من كبار الموظفين، فايه اللي دخل موظفه ملهاش لازمه زيها في الحوار؟ وهم بتصدموا وسن بتقول انها تقتلهم. وسهون بتسالهم ان هم اغبياء عشان يهتموا مين اللي اقدم من التاني هنا وان دي مساله حياه او موت. وليه بيقول لها تسكت وان سمع وحوش بتقرب منهم. وكيمب وليه بيروحوا يستخبوا بسرعه في الكهف بتاع سيهون. وسهون بتسالهم هم بيعملوا ايه وان الكهف مش هيكفيهم كلهم. وليه بيضربها وبيقول لها توسع من طريقه. وسيهون بتقع على الارض وبتتصاب. وشن بتروح لها بسرعه وبتسالها لو هي بخير. وسيهون بتقول لها انها كويسه ولكن هم لازم يلاقوا مكان تاني يستخبوا فيه حالا. وسن بتكون متضايقه جدا. وسيهون بتقول لسن تروح تستخبى مع الاوغاد دول وان الكهف فيه مكان واحد بس وهي وشن مش هيعرفوا يستخبوا معاهم. وسن بتقول لهم لا وانها مش هتسيبهم. وسيهون بتقول لها ان ده امر وانها لازم تستخبى حالا، ولكن ليه بيضرب سن وبيقول لها انه مش هيسمح لاي حد فيهم يستخبى معاه. وسيهون بدها تزعق لهم وبتقول لهم ان هم اوغاد وانها تنتقم منهم على اللي هم بيعملوه ده. وسن بتبص لصخره موجوده في المكان وبتقول ان هم يقدروا يستخبوا هم الثلاثه وراها. وبتاخد شن وسيهون بسرعه وبتقول لهم ان مفيش وقت وانها عندها خطه. والثلاثه بيستخبوا ورا الصخره بسرعه والنمله دي توصل للمكان وبتدنها تدور على اي شخص وهم بيكونوا مرعوبين من اللي بيحصل. وكيم وليه بيدنوا بيراقبوا اللي بيحصل من بعيد. وفجاه النمله دي بتاخد بالها منهم وبتروح دنها تدور عليهم جوه الكهف. وليه بيتصدم وبيضل يصرخ وهي بتهجم عليهم وبدها تقتلهم. وسن بتكون مرعباهم ومرعوبه. وسون بتقول ان هم لو كانوا استخبوا في الكهف ده كان هيلاقوا نفس المصير بتاعهم وان هم محظوظين. وشن بتقول لها فعلا ولكن هم لازم يلاقوا طريقه عشان يخرجوا من هنا وان الحظ مش هيستمر كتير. وسن بتقول انها لازم تفكر في حل عشان يخرجوا كلهم من هنا. وبتقول انها ممكن تروح تدور على حجاره المانا اللي بتزود قوتها وبعدها يقتلوا وحوش وياخدوا الكريستالات بتاعتهم ويهربوا. وبتقول بما ان الصيادين المتجر ما ظهروش لحد دلوقتي معنى كده ان هم يا اما خرجوا يا اما ماتوا، وانها لازم تجيب 3 كريستالات حاليا ليهم عشان يقدروا يخرجوا كلهم من هنا.
وبدنها تبص حواليهم وبتقول انها مش قادره تشوف اي اعشاب او احجار ايفنتس وانها لازم تدور في مكان تاني. وشين بتسال سون بتعمل ايه، وسون بتقول لها ان هم ما يقدروش يستنوا هنا اكتر من كده وان هم لازم يهربوا. وشين بتقول لها وهم الثلاثه هيعملوا ايه ضد الوحوش وان هم لازم يستنوا هنا في هدوء لحد ما فريق الانقاذ يخش البوابه وينقذهم. وسون بتقول لهم انها ما تعتقدش ان هم هينجوا لحد ما فريق الانقاذ يوصل، وان اخر بوابه زي دي فتحت فريق الانقاذ وصل بعد اسبوع، وان عدد الناجين بعد ما فريق الانقاذ دخل بوابه كان 0. وسون بتقول لهم ان هم مستحيل يقدروا ينجوا من هنا لمده اسبوع ولازم يلاقوا طريقه للهروب من هنا. وشين بتقول لهم بس البوابه دي اتسحب فيها كميه اشخاص كتيره وان عددهم الكبيره دي هتديهم الفرصه للنجاه. وسون بتقول انها لازم تكشف هويتها الحقيقيه عشان تجبرهم يسمعوا كلامها. وسون بتقول لهم يركزوا معاها وانها عايزه تقول لهم على حاجه مهمه. وسون بتشاور لسون وبتقول لها تسكت وبتقول لها انها سامعه حاجه جايه عليهم. وشين بتقول لها فعلا وانها سامعه صوت تكسير. وسون بتقول لها ان ممكن يكون في معركه بتحصل ضد الوحوش دي. وسون بتقول لهم ان اكيد صيادين المتجر هم اللي بيحاربوا الوحوش، وبتقول لهم ان هم لازم يروحوا ينضموا ليهم حالا وان دي فرصتهم في الخروج من هنا. وبتقول انها تاجل موضوع حياتها كصياده وانها ضعيفه اساسا والحقيقه دي مش هتفيدهم باي حاجه. وسون بتقول لهم ان هم احتمال يواجهوا وحوش في طريقهم لهناك ولكن دي فرصتهم الوحيده، وبتقول لهم يستعدوا وان هم يتحركوا دلوقتي. وفعلا المجموعه بتتحرك مع بعض. وسون بتقول لسون انها مش عايزه تشكك في قراراتها ولكن هم ليه بيتبعوا اثار الوحوش. وسون بتقول لها ان دي مش اثار وحوش ولكن اثار سحر الصيادين وان دول اكيد صيادين المتجر. وسون بتكون مستغربه وبتقول ان في حاجه غريبه وان على الرغم من اثار المعركه ولكن مفيش اي جثث للوحوش دي، وبتتساءل صيادين المتجر عملوا ايه بالجثث. وسون بعدها بتشوف مجموعه اشخاص بينادوا عليها وهم بيروحوا لهم بسرعه. وسون بتسالهم لو هم مستخبين هنا من اول لما دخلوا وهم بيقولوا لها وان هم كانوا مستخبين مع مدير المتجر وبيقدموا لهم نفسهم وبيقولوا لهم ان هم سيول وسومينج من الموارد البشريه. وشين بتقدم لهم نفسها وبتسالهم ايه اللي حصل. ومدير المتجر اللي بيكون مصاب بيقول لهم ياخدوا وقتهم في التقديمات وما يهتموش ان هم كلهم قربوا يموتوا، وكل الموجودين بيتفاجئوا. وسون بتقول ان هو لسه واقح كالعاده وبتتساءل لو هو اتصاب وهو بيحمل الاثنين دول. وشين بتروح تطمن عليه وبتساله لو هو كويس وهو بيقول لها ما تلمسوش وانها شايفه حالته عامله ازاي وان هو مصاب ومش معاه اي جرعات شفاء او احجار هروب وان احسن لهم يهربوا كلهم من هنا. وبيقول لهم ان في وحش قوي جدا حاربه واصابه وان اكيد هيرجع تاني او الاسوأ من كده هيرجع واحد اقوى منه. وهم بتصدموا. وسون بتساله لو هو مش معاه اي احجار هروب او جرعات شفاء، والصياد ده بيقول لها انها غبيه وان هو لسه قايل لها ان هو ما معهوش. وسومينج بيروح للصياد ده وبيقول له انهم مش ينفعوا يسيبوه هنا وان هم ياخدوه معاهم ويهربوا. والصياد ده بيقول له بطل غباء وان هو مصاب والوحوش دي هتتبع ريحه الدم بتاعته لمكانهم وان هو يبقى الطعم لحد ما هم يهربوا من هنا. ولكن سومينج بيرفض يسيبه. والصياد ده بيدنه يشتمه وبيقول له بيعمل ايه وان هو بيعرض الكل كده للخطر، وبيقول لهم يسيبوه هنا بسرعه ويروح يدوروا على اي صياد متجر تاني وان هو اكيد هيساعدهم. وسون بتقول له بس هم لو سابوه فاكيد الوحوش هتقتله وان مش ينفع يسيبوا زميل ليهم يموت. وبتروح عشان تساعده وبتقول له ان هم كلهم اتحركوا في اتجاه صياد متجر تاني، وهو بيقول لها ان هو حذرهم وانهم لو ماتوا وسابوا فدي غلطتهم. وفجاه الصياد ده بيحس بطاقه مرعبه وبيدنه يزعق لسون وبيقول لها تستخبى مع الكل بسرعه، وهي بتساله في ايه وهو بيقول لها ان في وحش قوي جدا وصل للمكان. وسون بتتصدم اما بتلاقي وحش قوي ظهر قدامهم. والصياد بيقول لهم انهم المفروض كانوا يسمعوا كلامه ويهربوا من هنا وان الاوان فات دلوقتي وان الوحش اللي قدامهم ده وحش حشري من الفئه سي ومش هيقدروا يتعاملوا معاه. وسون بتكون مصدومه وبتقول للصيادين بيحاربوا الوحوش زي دي ازاي وان هو اقوى حتى من الوحش اللي واجهته قبل كده، والوحش ده بيهجم عليهم بالاشواك بتاعته. والصياد رن بيقول لهم يقربوا منه بسرعه وبيستعمل سحر الدروع بتاعه وبيحميهم من الهجمه. ورن بيبدا يتاثر من الهجمه بتاعت الوحش ده وبيقول لهم ان حالته ما تسمحلوش يستعمل السحر اكتر من كده. وسيل بيسالوا هيعملوا ايه ورن بيقول لهم ان هو هيماطل مع الوحش ده لحد ما كلهم يهربوا من هنا وان الوحش هينشغل معاه ومش هيركز معاهم. وسن بتقول له بس هما مش عايزين يسيبوه هنا. ورن بيقول لها بطل غباء وان ده مش وقت العناد، وبيبدا يستعمل السحر بتاعه وبيقول لهم ان هو هيعد ل3 وهم يهربوا من المكان بسرعه. والوحش بيستعد للهجوم عليهم بالاشواك بتاعته وكل الموجودين بيستعدوا للهروب. ولكن فجاه الوحش ده بتصاب بهجمه منجل وبيتشق نصين وبيظهر الصياد الاقوى سيو وبيقول لهم انه كان متاكد ان في ناجين هنا. وسون بتكون مصدومه وبتقول سيو بيعمل ايه هنا، وسون بتكون فرحانه جدا وبتقول انها فكرتهم هيوصلوا بعد اسبوع فازاي وصلوا بدري كده. وسومينجي بيقول لها فعلا وان هم وصلوا في خلال ربع يوم بس
وسون بتقول لهم لان ده مش فريق انقاذ، وان الصياد سيو هو الوحيد الموجود هنا ومش معاه اي صيادين غيره. وسيو بيقول لها ان واضح انها بتفهم بسرعه، وبيرمي لهم حجر سحري وبيقول لهم يستعملوه ويخرجوا من هنا، وبيسيبهم بسرعه ويروح عشان ينقذ الباقي. وسيهون بتكون مبهوره بيه وبتقول ان هو قوي زي الاشاعات عنه، وانها مش متخيله ان هو اداهم حجر هروب يساوي ملايين ومشي. والمديره شين بتقول لهم ان في مشكله في حجر الهروب اللي هم اخدوه من سيو، وان هو حجر هروب متعدد، ولكن المشكله في الساعه بتاعته. وهما بيسالوها ساعته قد ايه، وهي بتقول لهم ان هو هيخرج 5 اشخاص بس من هنا. وسون بتقول ان هم في مشكله دلوقتي وان عددهم 6، ولكن الحجر ده هيخرج 5 بس منهم. وسيول بيقول للمديره شين تديله الحجر، وهي بتساله هو عايز يعمل ايه، وهو بيقول لها ان حاله رن خطيره جدا، وان مفيش وقت للنقاش مين فيهم هيخرج، وان انا مش قادره اقرر فهو هيقرر عنها. وسون بتساله بيقول ايه، وشين بتقول لها تهدى وان كلامه صحيح، وبتفعل حجر الانتقال وبتقول لهم يخرجوا كلهم من هنا، وان هي اللي هتفضل في البوابه. وكل الموجودين بيتفاجئوا، وسيون بتسالها هي بتقول ايه، وشين بتقول لهم ان البوابه دي مش هتدناها مفتوحه لاكتر من 5 دقايق، وان ده مش وقت النقاش، وان هم لازم يخرجوا من هنا بسرعه. وكل الموجودين بيكونوا مصدومين وبيدانوا يتقدموا ناحيه البوابه وبيعتذروا للمديره شين، وهي بتقول لهم ان هم مش عملوا اي حاجه عشان يعتذروا. ورن بيخرج مع سيول وسومينج، وشين بتقول لسون وسيهون يحصلوهم بسرعه. وسون بتكون مصدومه وبتقول هي هتعمل ايه، وان مفيش طريقه للمديره شين تقدر تنجى بيها جوه الدنجن دي لوحدها. وسيهون بتكون حزينه ومش عايزه تسيب شين. وسون بتقول ان المديره شين هي اللي حمتهم في الشركه، وان السبب الوحيد اللي خلاها هي وسيهون يكملوا في الشركه كان المديره شين. وسون بتقول انها مش تسمح للمديره شين تموت، وبتقول لشين وسيهون يركزوا معاها، وهم بيسالوها هي عايزه ايه، وهي بتروح بسرعه تزقهم جوه البوابه، وهم بيكونوا مصدومين وبيسالوها هي بتعمل ايه، وهي بتقول لهم ما يلاقوش عليها وانها هتنجى من هنا. وسون بعد ما البوابه بتقفل بتقول انها خلصت اول جزء من المهمه بتاعتها، ودلوقتي جه الوقت انها تخترع بقى الخطه عشان تهرب من هنا. وسون بعدها بتفضل تفكر في خطه، وبتقول انها بتمتلك عدد قليل من حجاره الايفنتس، وما تعتقدش انها تكفي للقضاء على اي وحش هنا، وانها لازم تجمع حجاره اكتر. وبتقول صحيح، وان الصياد سيو وصل من الطريق ده، وان هو اكيد قضى على عدد كبير من الوحوش في طريقه، وانها تمشي في نفس الطريق لحد ما توصل له، وساعتها هتقول له يقتل لها وحش من الوحوش، وهي تسحب الكريستاله بتاعته بمهارتها. وبتدناها تدور في المكان، وبتقول انها ما تعتقدش ان الصياد سيو هيرفض طلبها، وان هو شخص طيب، ولكن هي خايفه بس انها تكشف قدرتها الخاصه قدامه، وان هو ممكن يخليها عبد عنده بعد كده عشان تجمع له الكنوز بقدرتها دي. وبتقول مش مهم، وانها طالما هتاخد جزء من الكنوز دي فهي مش هترفض. وبتفضل تدور في المكان وبتلاقي الطريق قدامها متدمر، وهي بتقول ان الصياد سيو اكيد راح يقتل بقى الوحوش في المكان اللي هم هربوا منه. وبتدناها تتمشى في المكان، وبتقول انها ماشيه بقالها ساعه حاليا ولكن ما قابلتش ولا وحش، وانها مش متخيله هو قوي لدرجه ايه عشان يقضي الوحوش دي كلها بسهوله. وبتقابل في طريقها ظهور الايفنتس وبتفرح، وبتقول انها كانت بتدور عليها طول اليوم، وبتروح تستعمل قدرتها عليها. وبتقول انها ما تضمنش هي تقابل سيو امتى، عشان كده لازم تجمع اكبر عدد منها لوقت الطوارئ. وبتبص حواليها وبتقول ان في كميات كبيره من الايفنتس موجوده في المكان، وان واضح ان في حقل كامل قدامها. وبتقول انها تروح تجمع كميه منهم لحد ما تقابل الصياد سيو. واول ما بتخش المكان بتلاقي الصياد سيو موجود قدامها، وهي بتتفاجئ وبتكون فرحانه، بس بتكون مستغربه هو بيعمل ايه في مكان زي ده لوحده، وانها مش حاسه بوجود وحوش هنا نهائي. وبتقول مش مهم، وانها تروح له عشان ينقذها، وهي بدها انها تنادي على سيو ولكن هو مش بيرد عليها. وسون بتكون متفاجئه وبتقول ان هو اكيد حس بوجودها باستعمال قوته، فليه مش بيرد عليها. وبتقول ان هو اكيد مركز مع حاجه هنا عشان كده بتجاهلها. وبتقول مش مهم، وانها تجمع حجاره الايفنتس لحد ما هو يقرر يتكلم معاها. وفجاه بتحس بضغط شديد وقع على جسمها، وسون بتتصدم وتقول اللي بيحصل. والنظام بيقول لها ان بسبب ظهور ملك الحشرات كيرجس فكل الموجودين اتاثروا بضغط القوه بتاعته. وسون بتكون مصدومه وبتقول مستحيل، وانها مش قادره تتحرك خطوه واحده. وبتقول ليه ملك الحشرات ظهر هنا وان هم كلهم كده هيموتوا. وبتبص بعدها لسيو وبتتساءل هو هيعمل ايه. وسيو بيكون بيستعد للمعركه ضد الوحش، وفجاه الارض تحتهم بتتكسر وملك الحشرات ده بيظهر وبيستعد للمعركه. وسون بتكون مصدومه وبتقول ان الصياد سيو ده اكيد مجنون، وان هو حضر لهنا عشان يقضي على وحش زي ده لوحده، وان المفروض كان جاب فريق من الصيادين معاه. وبتقول انها فاكره ان هو اشترك مره واحده بس مع صيادين غيره اما كانوا بيحاربوا ملك الوحوش، وان المعركه دي اللي خلته اللاعب الاقوى في العالم. وبتقول انها لازم تخرج من هنا، وان المكان ده مش مناسب لواحده ضعيفه زيها. ولكن ملك الحشرات بيبدا يستعمل قوته وبيبدا يضغط على سون وكل الموجودين. وسون بتكون مصدومه وبتقول اللي بيحصل،
والنظام بيحذر سن وبيقول لها ان ملك الحشرات استعمل قدره البكاء وان كل الموجودين هيتاثروا بالشلل. وسن بتكون مصدومه ومش بتكون قادره تتحرك من مكانها، وبتقول ان اول لما سيو يهجم على الوحش ده هي هتستغل الفرصه وتهرب. وسيو بيروح يهجم على الوحش بسرعه، ولكن الوحش بيصدر هجمته وبيستعمل هجمه الضوء بتاعته وبيهجم على سيو. وسيو بيتفادى الهجمه بسرعه، وسيو بيتعصب وبيهجم على الوحش ده بهجمه منجل الظلام بتاعته، ولكن الوحش بيصدها بسهوله. وسن بتقول ان سيو سريع وقوي ولكن مش في نفس قوه ملك الحشرات، وان بالطريقه دي المعركه مش هتخلص. والوحش ده بيستعد عشان يهجم عليهم بهجمه الضوء بتاعته. وسن بتقول ان الوحش ده هيقتلهم كلهم، والوحش بيهجم على سيو بالهجمه بتاعته، وسيو بيتفادى هجمات الضوء بتاعته بسرعه. وسن بتكون مصدومه من هجمات الوحش ده وتقول كويس انها لسه عايشه وان هجماته مش اصابتها، وبتتساءل سيو اخباره ايه، ولكن بتتفاجئ ان هو بخير. وسن بتقول ان ده المتوقع من الصياد الاقوى، وبتقول ان سيو قوي جدا هجوميا، ولكن هي سمعت ان هو عنده قدره دفاعيه نادره بتخليه يسحب هجمات الوحوش ويردها عليهم، وان المهاره دي بتخلي جسمه دايما متغلف بالطاقه المظلمه. وسيو بيستعمل القدره بتاعته دي وبيروح يهجم على الوحش بسرعه، ولكن الوحش بيرد الهجمه عليه بسرعه وبيرميه بعيد. وسن بتكون مصدومه ولكن بتتفاجئ ان سيو بخير وما تاثرش بهجمه الوحش على الرغم من قوتها. وسن بتقول ان مستحيل الصياد ده يكون بشري وان قوه تحمله مش طبيعيه، وبتقول صحيح وانها عارفه السلاح بتاعه ده وان هو نفس السلاح اللي هو اخده من ملك الوحوش بعد هزيمته، وان هو سلاح قوي جدا. وبتقول ان على حسب ما هي سمعته فالمنجل ده معروف بمنجل الاسد، وكان سلاح ملك الوحوش المفضل، وان هو سلاح قوي جدا في الهجوم والدفاع. وبتكون متضايقه وبتقول انها غيرانه جدا من صياد سيو وان هو صياد زيها، ولكن هي ما عندهاش غير مهاره واحده بس وهي مهاره الجمع والبقاء، وانها كانت بتتمنى انها تمتلك مهارات وقدرات زيه. وفجاه بتلاقي الصياد سيو بيخرج لفافه من فضاء التخزين بتاعه، وهي بتستغرب وبتقول هو هيعمل ايه، وان هو اكيد ناوي يهجم هجوم قوي على الوحش ده. وسيو بيقطع اللفافه دي وبيسحب كميه قوه كبيره منها وبيرجع معظم صحته وبيروح يهجم على ملك الحشرات. وسن بتكون مصدومه وبتقول انها لازم تهرب من هنا بسرعه، وان هو كده هيستعمل هجمته الخاصه على الوحش، وان هي كده هتبقى في ازمه. وبتبدا تتحرك بعيد عن المكان، ولكن بتحس بحضور مرعب فوقها. وسن بتتصدم وبتبص بتلاقي ملك الحشرات بيراقبها، وقدره التخويف بتاعته بتاثر عليها. وسن بتقع في حركه وبتقول ان بنظره واحده منه بس خلاها مش قادره تتحرك وان هو وحش مرعب. وبتقول انها المفروض كانت تستخبى هنا لحد ما سيو كان يخلص المعركه، وانها كده ممكن تتورط في المعركه وهي اساسا ضعيفه. والوحش ده بيستعد للهجوم على سن وهي بتكون مرعوبه وبتقول انها مش قادره تتحرك وان هي كده هتموت خلاص. ولكن فجاه سيو بيقف قدامها وبيقول لها ان هو يصد هجمه الوحش ده وان هو عايز يهرب من هنا بسرعه. وسيو بيستعمل قدره الظلام بتاعته عشان يلغي تاثير الخوف من على سن، وهي بتقول له بس هو لو حماها هو يعرض نفسه للخطر. وسيو بيقول لها ان ده مش وقت الكلام وان هو عايزه تنفذ اللي هو بيقول عليه، وهي بتتفاجئ وبتقول له حاضر. وسن بتقوم بسرعه تهرب من المكان وبتقول انها ما تخيلتش ان سيو هيخاطر بحياته عشان مجرد مدنيه، وان الكلام اللي سمعته في الاعلام عنه كان غلط كله. وبتقول انها لازم تخرج من هنا عشان يقدروا يهربوا هما الاتنين بعد المعركه. والوحش ده بيهجم على سن بهجمه الضوء بتاعته، وسن بتتفادى هجمته بسرعه وبتقول الوقت ده كارهها ليه وان هو بيهاجمها بدون اي سبب. وسيو بيقول للوحش ده انه واضح ان هو واثق في نفسه لدرجه ان هو بيلعب قدامه وان هو هيعلمه درس مش هينساه. وسن بتراقب سيو وهو بيحضر الهجمه بتاعته وبتكون متفاجئه وبتقول ان قوه الظلام بتاعته كبيره جدا وان هو اكيد بيحضر هجمه ضخمه. ولكن الوحش ده بيهجم على سيو بسرعه وبيقدر يصيبه بالمخلب بتاعه وإصابة قاتله. وسن بتكون مصدومه وبتقول اللي بيحصل وان سيو خسر. وسن بتدنها تنادي على سيو وبتساله اللي هو كويس، وسيو بيقول لها ان اكيد مش هبقى كويس وهو مصاب بالطريقه دي. وسن بتقول انها لازم تهرب من هنا، ولكن هي ما تعتقدش ان ملك الحشرات هيسيبها تهرب، وبتتساءل سيو هيعمل ايه ضده. وبتبص لسيو وبتشوفه عمال يحضر لهجمه ضخمه على الوحش ده، وسيو بيستعمل قدره الظلام بتاعته وبيبدا يسيطر على جسم الوحش عشان يمنعه من الحركه. والوحش بيكون مصدوم وسيو بيدان يضحك عليه وبيقول له يخاف اكتر وان هو كده بيسرع قدرته. وسن بتهرب من المكان وبتقول ان واضح ان سيو هيستعمل هجمه قويه وانها لازم ما تتدخلش في معركه زي دي. وبتقول لا وانها ما ينفعش تهرب وتسيب سيو وان حمايته ليها خلته تصاب اصابه قاتله وانها لازم تستنى وتشوف ايه اللي هيحصل. وسيو بيكون جاهز كامل قوه الظلام عنده وبيقول للوحش ده ان هو يقتله حالا. والوحش بيتعصب وبيبدا يحضر هجمه الضوء بتاعته عشان يهجم عليه، والاتنين بيهجموا على بعض وبيحصل دمار في المكان. وسن بتكون مصدومه وبتقول انها اتاخرت وان تاثير الهجمه يوصل لها كده، وفعلا الهجمه بترميها لبعيد.
وسون بتفوق بعدها بشويه وبتقول ايه اللي حصل وان تاثير الهجمه اصابها، وهي فقدت وعيها لشويه وبتتساءل ايه اللي حصل بين سيو وملك الحشرات، ولكن بتتفاجئ ان سيو قضى على ملك الحشرات بالكامل. وسون بتروح بسرعه لسيو عشان تطمن عليه، وسيو بيكون مصاب بطريقه كبيره، وسون بتكون مصدومه وبتقول هتعمل ايه، وانها ما تعتقدش ان حتى جرعه الشفاء هتنفع عليه كده. والنظام بيقول لسون ان بسبب القضاء على ملك الحشرات فالدنجن تم مسحها، وان بوابات الخروج هتبدا تفتح للعالم الحقيقي. وسون بتفرح وبتقول ان الكل هيبقوا بخير دلوقتي وهيقدروا يخرجوا من هنا. وسون بتقول لسيو يطمن وان هم يخرجوه من هنا عشان يعالجوه. وسيو بيضحك وبيقول لها مين كان يتخيل ان هو هيموت هنا. وسون بتقول ان الغبي ده دخل دنجن لوحده وحارب ملك الحشرات، وبيقول ان هو مش كان مستعد للموت وان هو اكيد غبي جدا. وسيو بيقول لسون تخرج من المكان ده وتبعد عن البوابات تاني، وبيموت في لحظتها. وسون بتكون مصدومه وبتدنها تفوق فيه وبتقول مستحيل وان البطل الاقوى مات. وبتفضل تترجى سيو يقوم وبتقول له ان العالم هيبقى في ازمه من غيره، ولكن هو بيكون مات خلاص. وبوابه الانتقال بتفتح قدام سون للعالم الطبيعي، وسون بدنا تعيط وبتعتذر لسيو وبتقول له انها لازم تخرج دلوقتي، وبتقول بما ان الدنجن تم مسحها فاكيد هيظهر بوابات كتيره في الدنجن وكل الموجودين فيها يقدروا يخرجوا، وانها مش محتاجه تدور عليهم. وفجاه بتلاقي جثه ملك الحشرات بتلمع وتاثير قدره سون الجمع بتشتغل عليها، وسون بتروح فعلا تسحب كريستاله ملك الحشرات وبتقول انها مش هتضيع تضحيه اللاعب سيو ولازم تستغل جثه الوحش ده، وبتقول انها كمان لازم تخرج جثه اللاعب سيو عشان يدفنوه بطريقه مناسبه. ولكن بتتفاجئ بان الجثه بتاعته بتلمع قدامها وتاثير قدره الجمع بتاعتها بيكون شغال عليه برضه. وسون بتكون مستغربه وبتقول اللي بيحصل، وبتقول ان ممكن القدره بتاعتها بتحول الجثث برضه وبتنقلهم لفضاء التخزين بتاعها، وانها تدخله المخزن وتخرجه بعد كده عشان تدفنه. وفعلا بتستعمل القدره بتاعتها عليه وبتنقله لفضاء التخزين بتاعها، وبتخرج بعدها من بوابه الدنجن. واول ما بتخرج بتلاقي اعداد كبيره من المصابين بيتعالجوا وبيكون في اشخاص بيدوروا على المفقودين. وسون بتكون متضايقه من اللي حصل، وفجاه بتوصل شين وبتكون مرعوبه على سون وبتدناها تسالها لو هي كويسه، وبتترعب من منظر الدم عليها وبتنادى على الاسعاف عشان يعالجوها. وسون بتقول لها تهدى وانها كويسه، وشين بتقول لها بس هي متغطيه بالدم. وسون بتقول لها ان ده مش الدم بتاعها، وبتقول لها انها عندها حاجه مهمه عايزه تقول لها عليها. وشين بتتفاجئ وبتسالها ايه، وسون بتقول لها انها مستقيله من الشركه دي. وشين بتتفاجئ وبتدنها تضحك وبتقول لها انها كانت متوقعه انها تقول كده. وسون بتروح بعدها للمستشفى عشان تعالج اصابتها، وبتكون فرحانه ان سيهون والمديره شين كانوا بخير، وبتقول ان دلوقتي لازم تخرج جسم الصياد سيو وتسيبه هنا عشان الكل يعرف ان هو مات في الدنجن ويعملوا له جنازه مناسبه. وبتفتح فضاء التخزين بتاعها، ولكن بتتفاجئ بان جسم الصياد سيو مش موجود. وسون بتكون مصدومه وبتقول اللي بيحصل وانها متاكده انها سابت جثه هنا، ايه اللي حصل؟ وبتدنها تدور في فضاء التخزين، ولكن بتتفاجئ بحاجه غريبه وبص بتشوف قدامها روح الصياد سيو. وسون بتكون مصدومه وبتقول مستحيل وانها سرقت روح اللاعب الاقوى بالغلط. وسون بترجع بعدها لبيتها وبتكون متضايقه وبتقول انها اضطرت تشتري تليفون جديد عشان تطمن المديره شين وسيهون على نفسها لانهم كانوا قلقانين جدا عليها. وبتقول انها كمان مش كانت قادره تقول لاي حد ان الصياد الاقوى سيو مات لانها مش معاها اي دليل اساسا. وبتروح لسريرها وبتشوف اثار الدم لسه موجوده عليه. وسون بتقول مش مهم وانها تشتري بطانيه جديده بكره، وبتتصل على امها عشان تطمنها على نفسها. وامها بتقول لها انها عرفت عن اللي حصل وبتسالها لو هي كويسه. وسون بتقول لها انها بخير وانها مش مصابه حتى، وبتودعها وبتقول لها انها تنام دلوقتي وهتكلمها بكره. وبتفتح بعدها فضاء التخزين بتاعها وبتقول ان جه الوقت عشان تحل المشكله الاكبر معاها. وبتخرج روح الصياد سيو وبتدنها تفحصها، وبتقول انها مش شايفه اي حاجه مميزه فيها، وبتتسائل ازاي موجود روح في الحجر الصغير ده. وبتقول ان اكيد الحجر ده لونه ابيض بالطريقه دي عشان الصياد سيو كان طيب معاها وانقذها وان هو شخص طيب جدا. وبتقول بس هي سمعت ان هو شخص متوحش اساسا، فازاي هو طيب كده؟ وبتقول انها اكيد اشاعات كانت بتستهدفه. وبتقول انها كمان دورت على النت وما لقيتش اي حاجه عن حجاره الروح دي، وان الحجر ده ممكن ما يكونش فيه روح سيو فعلا وممكن يكون حجر تذكاري وخلاص. وبتقول مش مهم وانها تدور على مكان مناسب عشان تدفن الحجر ده فيه. وفجاه بتسمع واحد بيكلمها وبيقول لها ان دي فكره سيئه. وسون بتتصدم اما بتشوف الصياد سيو ظهر قدامها وهو بيسالها هي عملت ايه فيه. وسون بتكون مصدومه وتقول شبح الصياد سيو بيظهر قدامها ليه؟
وهو بيكون متفاجئ وبيقول لها صحيح هي حولته لشبح ازاي؟ وسن بتقول له انها مش عارفه وان ممكن ده يكون ليه علاقه بقوتها. وسيو بيقول لها تشرح له اللي حصل بالظبط. وسن بتقول له بعد ما هو مات هي استعملت قدرتها الخاصه عليه عشان تحطه في فضاء التخزين بتاعها، وانها كانت نيتها سليمه ومش كانت ناويه تستغل قوته او اي حاجه، وانها كانت عايزه تدفنه بس. وسيو بيقول لها وايه اللي حصل بعد كده؟ وهي بتقول له ان بعد كده هي اتفاجئت ان جسمه اتحول لحجر روح، وانها اول مره تستعمل قدرتها على بشري، عشان كده ما تعرفش ايه اللي حصل بالظبط. وسيو بيكون مستغرب وبيقول لها ازاي قادره تستعمل قدره الجمع، وانها اول مره يسمع الكلام ده. وسن بتقول له انها نسيت تعرفه انها عندها قدره خاصه. وسيو بيقول لها معنى كده انها مستيقظه وصياده زيه. وسن بتقول له انها مستيقظه ولكن مش صياده لانها ضعيفه جدا. وسيو بيقول لها ان اكيد تحوله الشبح ده ليه علاقه بالقدره الخاصه بتاعتها، وبيسالها لو هي تعرف اي حاجه عن القدره دي. وسن بتقول ان في العاده الصيادين مش بيقولوا لبعض عن قدراتهم الخاصه، ولكن بالنظر ان هو انقذها وكمان القدره بتاعتها هي اللي اثرت عليه كده، فهي هتقول له وبتقول له ان استيقاظها حصل من يومين، وانها دخلت دنجن متنقله، وساعتها لما حاولت تقطع واحده من الزهور النظام ايقظ قوتها واداها قدره الجمع، وانها بتقدر تحصد اي حاجه تلمسها بقدرتها دي. وبتتساءل لو سيو هيكون متعصب منها لانها سبب كل المشاكل اللي حصلت له لحد دلوقتي. وسيو بيسال سون هي ناويه تعمل ايه بروحه، وسون بتقول له انها مش عارفه. وسيو بيقول لها انها ناويه تستغله، وسون بتقول له لا طبعا. وسيو بيقول لها لو هي مش ناويه تستغله فليه استعملت قدرتها الخاصه عليه، وانها كانت ممكن تحطه في فضاء التخزين بتاعها على طول. وسون بتقول له انها اول مره تعرف كده وانها مش صياده عشان تعرف المعلومه دي، وبتقول له مش يقلق وانها مش ناويه تزعجه ومش هتعمل اي حاجه بحجر الروح بتاعه. وسيو بيقول لها انها اكيد بتمثل عليه وهتبيع الحجر الروحي بتاعه في السوق السوداء عشان صياد غيرها يستغله، وان هو مش هيسيبها في حالها لو هي عملت كده. وسن بتقول له انها مش متوحشه عشان تعمل كده، وبتساله عن عنوان عيلته عشان تديهم حجر الروح بتاعه. وسيو بيقول لها ان كل الاشخاص عارفين ان عيلته كلها ماتوا في حادثه عربيه وانها كده بتعايره. وسن بتقول انها كانت غبيه وبتساله عن اصدقائه، وهو بيقول لها ان كلهم ميتين برضه. وهي بتساله عن الصيادين زمايله، وهو بيقول لها ان هم كلهم بيكرهوه. وسن بتكون مصدومه وبتقول انها اول مره تشوف بشري وحيد كده، وتقول لي سيو ما يهتمش وانها هي اللي هتدفنه، وتساله هو عايز اكل ايه في الجنازه بتاعته. وسيو بيستغرب وبيقول لها وهي هتعمل له جنازه ليه، وهي بتقول له لانه هو انقذ حياتها. وسيو بيقول لها انه مش عايز جنازه، وبيقول لها انه مش عايز واحده غبيه زيها تكون اخر حاجه هيشوفها في حياته. وسن بتتصدم وبتقول انها عايز تقتله على الرغم ان هو ميت اساسا، وبتقول له ان هو ما ينفعش يقضي بقى حياته كشبح وان هو كده مش هيموت بسلام ابدا. وبتسال سيو هو ناوي يعمل ايه وانها تعمل اللي هو عايزه. وسيو بيتجاهلها وبيقول لها انها المفروض ما كانتش رحب بيه لمكان المعركه، وانها لو استنت بس في مكانها كان هيهزم الوحش ده بسهوله، والبوابه كانت هتفتح قدامها وهي هتخرج من هناك. وسن بتقول له ان هو المفروض كان حذرهم قبل ما يديهم الحجر ويمشي، وانها كمان دنتها تنادى عليه في غرفه الزعيم وهو ما ردش عليها، وانها كانت هتهرب لو هو حذرها. وسيو بيقول لها انه مجرد دخولها لغرفه الزعيم فهي بقت في مجاله، وانها لو حاولت تهرب الوحش كان هيظهر ويهجم عليها الاول، وانها حطته في ورطه ساعه ما ظهرت. وسن بتقول له انها غلطته برضه، وان هو المفروض ما كانش حارب الزعيم ده لوحده وكان استنى صيادين تانيين عشان يساعدوه، وتكون مستغربه ان سيو مش متعصب منها على الرغم من ان موته غلطتها هي. وسيو بيقول لها ان هو لو مش كان حارب ملك الحشرات ده ما كانش هيجيله فرصه تانية عشان يحاربه، وان ده كان الوقت المناسب. وسن بتقول له بس هي سمعت ان فريق الانقاذ كان قرب يخش الدنجن وان هو اللي استعجل. وسيو مش بيرد عليها، وسن بتقول ان هو عارف حاجه ومخبيها، وبتتسائل ايه. وسن بتعتذر لسيو وبتقول له ان بسببها هو مات. وسيو بيقول لها ما تهتمش وان دي غلطته هو لان هو بالغ في تقدير قوته. وسن بتكون متفاجئه وبتقول ان هو شخص طيب جدا، وبتقول لسيو انها تلاقي طريقه عشان روحه تتحرر ويموت بسلام اخيرا. وسيو بيقول لها بس هو مش عايز يموت. وسن بتستغرب وبتقول مش مهم، وبتساله عن سبب انه كان قادر يحارب الوحش ده حتى بعد ما اتصاب اصابه قاتله. وسيو بيقول لها ان ده بسبب القدره الخاصه بتاعته. وسن بتتفاجئ وبتساله القدره دي، وهو بيقول لها قدره امتصاص الضرر، وان اي ضرر مش مميت بيقع على جسمه هو بيمتصه وبيحوله لطاقه هجوميه. وبيقول لها ان الوحش ده هجم عليه هجوم قوي جدا لدرجه ان هو اخترق قدره الظلام بتاعته، وان هو امتص الضرر بتاعه كله وحوله لقوه هجوميه ضده، وان هو وحش مغفل جدا. وسن بتقول له ان مش هو بس المغفل لان هو مات معاه، وبتقول ان بغض النظر عن غباء الصياد سيو ده ولكن هي عرفت هو ليه مشهور بالقدره الخاصه دي ما بين كل الصيادين،
وان هو لو هيتجنب الموت فهي تعتبر قدره دفاعيه خارقه. وسن بتقول لسيو انها مرهقه دلوقتي ومحتاجه تنام، وهو بيقول لها طيب، وهي بتسيب حجر الروح بتاعه جنبها عشان ما تحبس سيو في فضاء التخزين بتاعها، وبتحاول تنام بعدها ولكن مش بتكون عارفه تنام على الرغم من تعبها. وسيو بيسالها هي مش عارفه تنام ليه، وسن بتكون قلقانه وبتقول انها خايفه على مصير العالم بعد ما الصياد الاقوى مات، وانها كده ممكن تبقى عدوه البشريه. وسن بتقول لسيو انها كمان خايفه ان بابا تانية تفتح عليها وهي نايمه، وسيو بيقول لها انها غبيه وانها المفروض تجهز معاها حجر هروب في كل الاوقات تحسبا للظروف دي. وهي بتقول له فعلا، وتفتح بعدها المتجر وبتقول انها هتبيع كل حاجه جمعتها في اخر دنجن وهتشتري حجر هروب للطوارئ، وبتقول ان حجر هروب غالي وبيكلف 5 مليار ون، ولكن هي ما عندهاش حل تاني، بس بتتصدم ان الحجر غلي وبقى ب 10 مليار ون. وسن بتقول ان واضح ان حظها السيء لسه مكمل معاها، وبتقول انها هتبيع كل الحاجه اللي معاها دلوقتي وهتبقى تشتري واحد الصبح. وسيو بيقول لها بطل غباء ومش تبيع اي حاجه تبع ملك الحشرات كيرجس وانها تستفيد منها، ويقول لها طبعا مش تبيع اي حاجه من ممتلكاته وخصوصا روحه. وهي بتقول له انها عارفه من غير ما يقول، وتقول له انها تشيل كل ممتلكاته وهتبيع اي حاجه غيرها. وسيو بيقول لها تعمل اللي هي عايزاه وان هو يسيب لها كل حاجه اول لما يموت، وبيقول لها ان هو هيديها نصيحه كمان وانها لازم ما تبيعش اي حاجه بصوره مباشره للنظام وانها تعرضها في المزاد احسن. وبيقول لها ان المزاد ده هيجيب لها كميه فلوس اكبر بكتير وهتكون قادره تبيع كل حجاره الايفنتس اللي معاها بسهوله. وسن بتقول مين كان يتخيل ان هو هيساعدها للدرجه دي وان هو فعلا شخص طيب. والنظام بيسال سن لو هي هتبيع كل الاغراض اللي عرضتها في المزاد العالمي، وسن بتقول انها حطت كل حجاره الايفنتس في المزاد ولكن هي هتشوف اغراض كمان تبيعها، وبتتفاجئ بان الصياد سيو مش كان معاه اغراض كتيره او حتى جرعات سحريه. وسيو بيقول لها ان هو على عكسها فحظه سيء جدا في الجوائز من الوحوش. وسن بتتفاجئ وبتقول انها عرفت دلوقتي هو ليه كان بيقتل وحوش بدون داعي وان هو بيحاول ياخد منهم الجوائز لانه حظه سيء جدا. وبتقول لسيو انها خلصت ورفعت كل الاغراض اللي هي محتاجه تبيعها في المزاد وانها دلوقتي محتاجه ترتاح. وسيو بيقول لها بس هي باين عليها القلق، وهي تقول له فعلا وانها نفسها تنام ولكن خايفه من موضوع البوابات ده. وسيو بيقول لها ما تقلقش وان هو طالما مسح بوابه فمستحيل تظهر في نفس المكان تاني. وسن بتشكره وبتقول له انها تقدر تنام دلوقتي في امان، وتساله صحيح هو ليه راح يحارب ملك الحشرات. وسيو بيتفاجئ وبردش عليها، وسن بتحاول تكمل الكلام معاه ولكن بتنام وبتسيبه. وتاني يوم سن بتصحى على اتصال بمركز الكوارث وهي بتساله مركز الكوارث عايز ايه منها، والشخص اللي بيكلمها بيقول لها ان امها دخلت في حادثه بوابات. وسن بتتصدم وبتساله قصده ايه، وهو بيقول لها ان في بوابه ظهرت في المنطقه اللي عايشه فيها امها وانها اتسحبت جواها هي وكل جيرانها. وسن بتقوم تجري بسرعه وبتقول انها لازم تنقذها وانها مستحيل تسيب امها تموت كده، ولكن بتقع وهي بتجري وفجاه بتلاقي نفسها بتصحى من النوم وبتعرف انها كانت بتحلم. وسيو بيكون بيراقبها وبيسالها كانت بتصرخ ليه، وهي بتتفاجئ وبتقول له انها كانت بتحلم بحلم مرعب، وبتبص بعدها على موبايلها وبتقول انه كان مجرد حلم وان مفيش اي حد من قرايبها او مركز الكوارث اتصل عليها. وبتلاقي بعدها رساله من الشركه بتاعتها بتبلغها ان الشركه تم تصفيتها نتيجه لدمارها بسبب البوابه. وسن بتقول مش مهم وانها سابتهم اساسا، وبتكون فرحانه ان امها طلعت بخير وان ده كان مجرد حلم، وتقول بما انها دلوقتي عاطله على العمل فهي عايزه تشوف ثروتها قد ايه، ولكن بتتصدم اول ما تشوف رصيدها بقى 30 مليار. وسن بتقول بما انها بقت غنيه دلوقتي فهي تشتري حجر هروب، بس بتتفاجئ ان هو بقى ب 13 مليار، وهي بتقول مش مهم وانها تشتري 2 بس تحسبا لاي ظرف طارئ. وبتدنها تضحك وبتقول ان بعد شراء حجر هروب فهي هتدنها مليارديره برضه وانها سعيده جدا. وسن بتقول لسيو انها تخرج وتسيبه هنا عشان الناس ما تشوفوش، وهو بيقول لها ما تقلقش وانها الوحيده اللي قادره تشوفه. وهي بتساله لو هو متاكد، وهو بيقول لها وان لو اي حد كان قادر يشوفه كان الراجل الغريب بتاع امبارح قدر يشوفه هو كمان. وسن بتقول له راجل مين وهو راح فين وهي نايمه، وهو بيقول لها انه ما راحش لاي مكان وانه مش يقدر يبعد عن حجر الهروب. وهي بتتصدم وبتقول له امال هو شاف راجل غريب ازاي، وهو بيقول لها ان في راجل غريب ده انه بيراقبها طول الليل امبارح وهي نايمه من الشباك بتاعها. وسن بتتصدم وبتروح بعدها للشرطه وبتقول لهم ان كان في شخص غريب بيراقبها طول الليل امبارح، والشرطي ده بيستغرب وبيقول لها وهي مش اتصلت بيهم امبارح ليه، وهي بتقول له انها كانت نايمه وانها متاكده ان الكاميرات صورت الشخص ده، والشرطي بيقول لها ان هم صعب يحققوا بلاغ زي ده وانها تبلغهم على طول لو الموضوع حصل تاني. وسن بتتصدم وبتخرج بره وبتدنها تشتمه وبتقول للسيو انها قالت له ان لو غد دول مش هيساعدوها، وبتقول له انهم هيرجعوا البيت حالا ولكن الاول يتغدوا في الطريق وكمان يشتروا بطانيه جديده للسرير بتاعها. وسيو بيكون مستغرب وشاكك في ردة فعل سن
وبعد ما سون بتاكل وتشتري البطانيه بتقرر ترجع على بيتها تاني، بس بتكون متفاجئه ليه سيو بيراقبها بالطريقه دي، وبتقول ان ممكن هو يكون غيران منها انها عايشه وعماله تستمتع بحياتها وهو لا. وسون بتسال سيو لو هو متضايق من حاجه معينه، وهو بيقول لها ان هو كان بيفكر في الكلام اللي هي قالت له الشرطي ده، وان هو كان بيقول لها ان المنطقه بتاعتها مليانه بالاشخاص المختلين وان هو مش هيساعدها، وبيسالها لو هي راضيه على الموضوع ده وطريقه تعامل الشرطي معاها. وسون بتقول ان سيو شخص مشهور جدا وكانت عيلتهم قويه وغنيه، وان عشان كده مش عارف هي اللي رضيت بتعامل الشرطي ده معاها. وسون بتقول له انه مجرد وغد ومفروض ما يتشغلوش معاه، وسيو بيقول لها مش مهم، وبيسالها هي هتبدا حياتها كصياده ازاي، وهي بتقول له انها هتدي امها نص الفلوس بتاعتها وبعد كده تشتري بيت كبير في اي بلد تانيه وهتستمتع بحياه المتقاعدين. وسيو بيسالها ومين اللي هيمسح الدنجنز، وسون بتقول له انها تسيب الشغل ده للاشخاص اللي اسمهم صيادين بجد، مش واحده عندها القدره الخاصه الفلاح. وبتقول له انها كانت بتتمنى انها تجمع فلوس اكتر عشان تشتري حجاره هروب وتديها لاصدقائها عشان تحميهم برضه، وان بعد اللي حصل معاها هي مش عايزه اي حد يتاذى تاني. وسيب بيقول لها ان هو عارف طريقه تقدر تحميهم بيها وهي انها تكون اقوى. وسيب تتفاجئ وتقول له انها نفسها تبقى اقوى ولكن مفيش طريقه ليها انها تبقى قويه، وتقول له انها لو كانت قويه فهي هتقدر تحمي نفسها حتى من الوغد اللي كان بيراقبها ده. وسيب بيقول لها ان هو يقدر يعلمها ازاي تبقى اقوى وان في طريقه. وسون بتتفاجئ وبتساله ايه الطريقه، وسيب بيقول لها ان هو لو يقول لها الطريقه دي هو عايزه توعده بحاجه الاول، وهي بتساله ايه الوعد، وهو بيقول لها ان اول ما يخليها الاقوى في العالم فهو عايزها تقضي على كل زعماء الوحوش في العالم ده عشان تحمي البشر. وسون بتتفاجئ وبتساله هو مجنون ولا ايه، وان زعيم الحشرات بس قضى على الصياد الاقوى في التاريخ فهي هتعمل ايه ضدهم، وهو بيقول لها ما تقلقش وان هو هيخليها اقوى حتى منه. وسون بتكون متفاجئه وبتقول هو ناوي على ايه، وتساله صحيح في كام زعيم وحوش في العالم ده، وسيب بيقول لها ان موجود حوالي 60 دنجن حوالين العالم وكل واحده فيهم لها زعيم خاص بيها. وسون بتتفاجئ وبتقول له انها مقدره عرضه ولكن هي هترفضه. وسيب بيقول لها ليه وانها كانت عايزه تبقى اقوى دلوقتي، وسون بتقول له انها عايزه تبقى اقوى فعلا ولكن هي مش غبيه زيه عشان تطارد زعماء الوحوش لحد مكانهم وان هم هيقضوا عليها زيه. وبتقول له انها خلاص قررت تعتزل حياه الصيادين دي واي نوع من انواع الشغل وانها تعيش حياتها كملكه بالفلوس بتاعتها وخلاص. ويسيب بدنه يجري وراها ويقول لها تستنى وانها لازم تعرف ان كل حاجه لها مميزاتها وانها تاخد الشهره والفلوس وكل اللي هي عايزاه. وسون بتقول بما انه بترجاها كده فهي شاكه فيه، وبتقول ان هو بيتكلم اساسا زي مديرها السابق جونج اللي كان بيخليها تشتغل 18 ساعه يوميا وانها مش مغفله عشان ترجع لحياه الصيادين. بس بتتفاجئ ان سي وقف في الطريق وبطل كلام معاها. وسون بتقول انها تساله عن خطته ايه الاول عشان ما يزعلش منها، وسون بتساله ايه خطته عشان يخليها اقوى، وهو بيقول لها تفتح فضاء التخزين بتاعها وتخرج الخاتم بتاعه. وسون فعلا بتخرج الخاتم وبتقول له ان هو جميل جدا وبتساله لو هي تلبسه حالا، وسي بيقول لها وان هو هيسلفها الخاتم حاليا بس عشان تبقى اقوى، وهي فعلا بتلبس الخاتم ده. وسي بيقول لها تغطي الخاتم بايديها التانيه وتبدا تنقل ليه الحراره والمنى بتاعتها. وسون بتتفاجئ اما بتشوف ان الخاتم صغر وبقى على مقاسها بالظبط، والنظام بيبعت لسون رساله انها لبست خاتم الدمار وبيديها زياده 10 نقط في القوه بتاعتها. وسون بتتفاجئ وسيو بيقول لها ان هي دلوقتي اقوى من اي راجل عادي بمقدار مرتين ومفيش اي راجل طبيعي يقدر يهزمها. وسون بتكون متفاجئه وبتشكره، وهو بيقول لها ان هو كان ناوي يديها الخاتم ده بالاول ولكن كان عايزها تعاني شويه عشان تعرف فرق القوه. وسون بتقول له فعلا وانها ملاحظه فرق القوه وان البطانيه بقت خفيفه جدا في ايديها. وسون بتقول بس هي حتى لو بقت اقوى فهي خايفه من الوغد اللي بيراقبها بالليل ده. وسيو بيقول لها ان هو فاهم خوفها وان هم يقدروا يعيشوا في فندق حاليا لو هي عايزه او تتبع الطريقه بتاعته. وسون بتتفاجئ وبتساله طريقه ايه، وهو بيقول لها ان هم يمسكوا الوغد ده وهيعاقبوه. وبيرجع الاتنين بعدها للبيت وسون بتعمل نفسها نايمه وسيو بيدنه يراقب المكان، وبيقول لها ان هو هيعرفها اول لما الشخص ده يوصل. وسون بتقول ان سيو متحمس جدا على الرغم من انها ضعيفه ومش واثقه في قوتها، وسيو بيقول لها ما تقلقش وان هو واثق فيها وفي قوتها وانها اقوى من اي بشري دلوقتي. وسون بتقول له طيب وانها تسمع نصيحه الصياد الاقوى، وسيو بيقول لها تسكت وان الوغد ده وصل هنا. وفعلا الشخص ده بيفتح الشباك وبيدنه يراقب سون، وسيو بيقول لسون تقوم وتعمل نفسها لسه صاحيه من غير ما تتكشف، ولكن الشخص ده اول ما بيلاقيها صحيت بيهرب من المكان بسرعه. وسيو بيقول لها ان الوغد ده مستنيها بره لحد ما تنام تاني. وسون بتقول له يوريها فين الشخص ده وانها تعاقبه، وفعلا سيو قدام مكان الشخص ده اللي بيكون مستني بره بيتها وبيقول لها تقضي عليه بسرعه. وسون بتروح تهجم عليه والولد ده بيتفاجئ وسون بتقدر تمسكه
وبتقول الوغد ده ضعيف كده ليه، ولا هي بقت اقوى بكتير؟ وسيو بيقول لها انها عملت الجزء الصعب وجي وقت الجزء السهل، وان هم يعذبوه لحد ما يعترف بكل حاجه. وبيخلص هنا ملخص الجزء الاول من هوا. استنى التاني، متنساش اللايك والاشتراك. سلام. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.